عملت حاجة غلط والشيطان مش سايبك حتى بعد لما سمعت كلامه وعملت الغلط، ده كمان بييأسك من رحمة ربنا وإنك خلاص عملت الغلط الكبير ده وعصيت ربنا، أنت مفيش فيك فايدة. طيب مبدئيا كده مهم تعرف حاجة، الذنوب نوعين، ذنوب عائقة وذنوب سائقة. الذنوب العائقة هي اللي بتبعدك عن إنك ترجع تاني للطريق الصح بعد ما بتقع في بير اليأس وجلد الذات. أما الذنوب السائقة فالنوع ده بيضاعف سيرك، بيرجعك تاني للطريق الصح، بيزقك علشان تحاول تصحح خطأك وتتعلم منه، بل أحيانا بتستخدمه علشان تزود إيمانك وترجع لربنا وتصحح طريقك. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ضرب شخص ضرب مبرح تنفيذ للأوامر، وصب فوق راسه مية باردة في الشتاء القارس وسابه على باب المسجد، فمات الشخص ده. عمر بن عبد العزيز بعد موته كان في خوف شديد، وكان لو جاله بشارة بشيء من أمر الآخرة كان بيقول كيف وخبيب لي بالطريق، ولو حد مدحه أو أثنى عليه كان بيقول خبيب وما خبيب، إن نجوت منه فأنا بخير. واغتم وملاه الخوف من الوقت ده، ولكن بسبب خطأه ده حصل له كتير من العبادة والبكاء والحزن والخوف والإحسان والعدل والصدقة والبر والعتق وكتير من الخير. فبسبب الذنب ده جه من وراه الخير الوفير، فكان بمثابة الفتيل اللي حرق كيد الشيطان لحد ما بقى خامس الخلفاء الراشدين. ومن وقتها اتعلم الدرس إنه لو اضطر إن هو يعاقب حد كان بيبعده أو بيحبسه 3 أيام علشان ما يستعجلش في أول غضب. الآيات كتيرة جدًا اللي بتبين محبة ربنا للي بيتوب وبيرجع، وإن إحنا ما نيأسش من رحمة ربنا أبدًا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون." يعني ما فيش بني آدم على وجه الأرض ما بيغلطش، بس في إنسان بيستدرك وفي إنسان بيتمادى. الكلام اللي قلناه النهارده من كتاب اسمه ليلة بين الجنة والنار. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.